بعد أيام قضيتها في المغرب، والتي رأيت فيها ما يفضح أكاذيب نظام العسكر في الجزائر. زرت المغرب بعد نحو 12 عاما من الغياب، كشفت لي الكثير وبينت لي التحولات الكبرى والسريعة التي يعيشها المغرب. فأنا سبق وأن زرت المغرب في 2010 تقريبا، وشاهدت يعني مغرب جديد حقيقة. عندما أعود إلى المشاهد التي رأيتها من قبل، هناك تحول كبير، والمؤكد أنه تحول من نحو الأحسن ونحو الأفضل، ليس مثل وضع الجزائر. الجزائر في 2010 هي أفضل مليون مرة من الجزائر التي هي عليها الآن، على عكس المغرب. المغرب يتحول من حسن إلى أحسن، من مرحلة إلى مرحلة أخرى، مما يوحي على أنه يريد أن يذهب بعيدا ويتقدم أكثر. فالقناعات على حسب استنتاجاتي، وهو المعمول به في كل الدول، أنه لا يوجد ما يحفز المواطنين على حب وطنهم والعمل على تنميته مثل توفير فرص للنهضة وفرص للتقدم وتوفير الإمكانيات للناس كي يتقدموا أكثر وكي يتعلقوا بوطنهم أكثر، على عكس ما هو يجري في الجزائر. حقيقة لست هنا بصدد أن أعمل دعاية كما قد يتوهم البعض، أنا أتحدث عن مشاهداتي الشخصية. أنا عشت مرحلة، مشيت وشفت، والحس الصحفي الذي يسكننا لا يمكن أن أمرر هذه الرحلة من دون أن أتحدث عنها. والمغرب ما يحتاج لي أنا نجي نعمل له دعاية ولا بروباغندا، فعنده وسائل إعلامه وعنده صحفيه وعنده المحللين تاعه. ولكن أنا ككاتب وكإعلامي وكمحلل سياسي زرت بلد يجب أن أتحدث عن مشاهداتي. حقيقة كما قلت عدة مرات وأعطيت إشارات في مداخلات سابقة اللي عملتها من المغرب حول التطور، حول وعي الجماهير بالتحديات، حول واقع أو إحساس المغاربة تجاه الجزائريين. للأمانة مشيت في الأسواق، مشيت في الشوارع، زرت جامعات، كثير من المواقع، لم ألمس أبدا سوى حب الجزائر. لذلك الدعاية التي يروج لها النظام على أساس أن هناك عداء من المغرب تجاه الجزائر لم ألمسها في أرض الواقع، إلا إذا كانت في مواقع أخرى وراء الشمس لم أصل إليها. هذه النقطة. إذن الشعب المغربي يشوف الشعب الجزائري شقيق، ويشوف بأن غلق الحدود وهذه الأزمة ما يجب أن تكون بين الأشقاء، وأنهم يحلموا باليوم الذي يستطيع المغرب يسافر إلا بطاقة تعريفه في الجزائر، في ربوع الجزائر، ويصل حتى إلى ليبيا وربما إلى مصر، والعكس أيضا. أمر آخر أن المغاربة فاتحين أحضانهم ومستجيبين لدعوة ملكهم اللي يدعو إلى الحوار ويدعو لاحترام الجزائريين. لكن عندما تروح يا جماعة تشوف محطات القطار، يعني نهدر وتشوفوا بعض النماذج أمامكم، محطات القطار جميلة بكل صراحة. هذه المحطات لم أراها إلا في أوروبا وفي الدول الكبرى، نظيفة منظمة. تدخل المراكز أو تدخل محطات القطار، مثلا دخلت محطة في الناظور، مشيت في كورنيش الناظور، شيء جميل. شفت المحطة أيضا متاع الرباط وراح نوصلوا لها. زرت بعض الأماكن في وجدة، زرت أماكن في الدار البيضاء، يعني شيء آخر، مرافق بمعنى الكلمة. أمر آخر، تحس بأن المواطن المغربي مستقر نفسيا. والدليل عندما تحدث مناسبة ثقافية تلقى الجمهور حاضر، تمشي في الشوارع لا تشاهد الناس تسب في بعض، حتى تحدث. شفت أمامي حادث مرور، نزل صاحب السيارة هذه السيارة ولا قالوا لبعضهم كلمة شتم. ولكن في الجزائر مما تحس، مش هنا راني بصدد الطعن في الشعب الجزائري، لا حاشا لله، ولكن لأنه الإنسان عايش على أعصابه، لما يكون عليه ضغط معيشة وضغط في أشياء مختلفة كما يصير عصبي. هذه العصبية لم أجدها في المغرب. ومتى تكون العصبية؟ كي يكون الناس راهم محاصرين ويعانوا من أزمة باش يوفر لقمة عيش وتعب عمل، كثير من المشاكل الاجتماعية عنده أثر على أعصابه. أنا ما شاهدت هذا. الدرك الوطني يحبسونا، هم يوصل يعرفونا
تعرف مباشرة بكل احترام. نزلت في مطار وجدة، حتى الضباط هذوك ونتاع شرطة الحدود والمواطنين العاديين يجي يصور معاك، يفرح بيك، كثير من الأمور هذه. والجزائريين خوتنا وخاوة، تخيل يجيك ضابط بتاع جمارك ولا ضابط بتاع حدود ولا أمن حدود ولا كذا شرطة الحدود يقول لك نحن خاوة. وين هي الكراهية هذه؟ وين هي المخاطر هذه اللي يروجوا لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مما يوحي على أن النظام الجزائري لا شيء يزعجه إلا خطاب الوحدة والأخوة الذي يأتي من المغرب. بعض المغاربة يجي يبدأ يتحدث لك كذا والكراغلة والصحراء الشرقية وسنحررها ونحرر بشار وتندوف والكلام هذا. صدقون إذا كانوا حقيقة المغاربة وبينهم حقيقة المغاربة راهم يتكلموا بينهم اللي يتكلم بالصوت والصورة، هؤلاء يخدموا في النظام خدمة العمر. النظام الجزائري لا يقبل أن يأتي جزائري أو حتى مغربي ويتحدث عن الأخوة وخاوة. هذا رأي بضاعته في الكراهية تجاه المغرب يجري دحضها وتحطيمها، ولا يمكن نظام يريد العداء هذا يسمع أو يسمح للناس أصوات عقلانية تتحدث أبدا. ولذلك هؤلاء الناس سواء بفيديوهاتهم أو بتعليقاتهم في شبكات التواصل الاجتماعي راهم يأتوا على هوى النظام. حتى لما تقل حديث الكراهية الذي يأتي من المغرب في شبكات التواصل الاجتماعي فجأة تظهر جيوش إلكترونية من الجزائر كي تروج إلى كراهية مفترضة من المغرب. لذلك نقول إخواني المغاربة خلي حواركم مثل ما خاطبكم ملككم، قالكم يجب أن يحدث تطاول على الجزائر وشيء، لأنه هذا هو الخطاب الوحيد الذي يفضح منظومة العسكر. أما خطابه ونديروا فيكم ونحتلوكم ونديروا الكلام هذا الفارغ، هذا راه ذباب إلكتروني يقدم خدمات مجانية إلى الذباب الإلكتروني التابع للمخابرات والكزرمة. نعم، أمر آخر أنا قلت لكم تشوفوا رحنا لمحطة القطار في الرباط، وهاني نوريكم في الصور هذه تشوفوها أمامكم، شيء مذهل. هذا لن تراه إلا في أوروبا. يعني تدورنا شوية فيها هاكم تشوفوا في المحلات، تشوفوا النظافة، تشوفوا كذا. هذه محطة قطار. ركبنا في TGV مشينا إلى طنجة تستحق أن تكون عروس حقيقة، مش المغرب، الشمال الإفريقي وربما إفريقيا، لما فيها من نظافة وأشياء كثيرة وبنايات وتنظيم. وأيضا حتى محطة القطار اللي وصلنا لها في طنجة شيء رهيب. روحوا شوفوا محطات القطار ومحطات المسافرين في الجزائر. نوري لكم هذه الصور راكم تشوفوا فيها. هذه محطة الحافلات في مدينة الشريعة ولاية تبسة. الكهرباء ما كان، الكيران ما يخلوهمش يدخلوا. وما خفي أعظم في محطة القطار في الجزائر العاصمة، المخدرات، أكرمكم الله، الناس تتبول على الجدران. يعني شيء فظيع بمعنى الكلمة. هناك كل شيء، المرافق، تدخل الحمامات، أكرمكم الله، قمة النظافة. الشيء الذي رأيته في محطات القطار متاع المغرب لم أراه إلا في أوروبا، وأنا الذي زرت أكثر من 50 دولة في العالم إلا في أوروبا. يعني حقيقة وصلت النتيجة عندما تروح للمغرب تحس بأنك في بلاد عربية وبلد مسلم، راك عايش طريقة أوروبية. تشوف الكارفور، تشوف المحلات، تشوف الأسواق. هذا مثلا مركز مول كبير لم أرى مثله إلا في واحد المول موجود في إسطنبول، وبعض المولات اللي موجودة في دول أوروبية وخليجية خاصة. مول رهيب هذا في الدار البيضاء، جونا فيه منظم مرتب نظافة. أحيانا نشوف ناس يهز الحاجة في يده ما يروحش يرميها في الأرض، يروح إلى مكان مخصص للنفايات. قضية الباركينج كل واحد راه ماسك مكانه مثل ما نراه في أوروبا. حقيقة يعني أنه المغرب يعيش تقاليده وعاداته، ولكن في جو من الترتيب والتنظيم الأوروبي. معناها هكذا. هل نرى في الجزائر هذا الشيء
والله عندما قلت تلك المنشور اللي نشرته وتداولوه كثير في مواقع وعبر شبكات التواصل الاجتماعي على أني بكيت على حال الجزائر. يعني الغريبة من المفروض رأينا ما نقارنش الجزائر مع المغرب، ليس تقليلا من شأن المغرب معاذ الله، فكل دولة لديها قيمتها وقامتها بلا أي شك، ولكن المغرب ما عندوش الثروات اللي عند الجزائر. من المفروض نقارن الجزائر مع من؟ مع السعودية، مع الإمارات، مع قطر، رغم أنه حتى هذم راهي الجزائر باستثناء السعودية راهي الجزائر متفوقة عليهم بالمساحة الجغرافية، عندها التل وعندها البحر وعندها الصحراء وعندها كل شيء، عندها الرمل والتراب والمياه، مياه البحار، عندها كل شيء. من المفروض نقارن هذاك ما نقارنهاش مع المغرب اللي ما عندوش ثروات هذه. المغرب الثروات اللي عنده ثروات ذاتيه، اقتصاد صنعه المغرب، مش الجزائر ما عندهاش دوله، اولا ما عندهاش اقتصاد، ثانيا الاموال اللي تجيها من ريع البترول وريع الغاز فقط. لذلك كان من المفروض الجزائر راهي جنه، تروح حتى الأحياء الشعبية مشيتها طرقتها معبدة مقارنة مع الجزائر العاصمة. روحوا لبعض المواقع في الجزائر العاصمة والله ترى العجب العجاب. أنا لا أقول أن المغرب راهي جنة وما فيهاش فقراء، ككل البلدان فيها، وطبيعي تجد فيها فقراء لأنها دولة ما عندهاش نفط ما عندهاش غاز. لكن الغريب أنه بلد أكثر من نصف شعبها فقير والمليارات تأتي. شوف حاول تبون يقول لك لقينا 36 مليار دولار في بيت نتاع واحد فقط، يعني تسافر في قطار سريع. الجزائر الغريبة أنه القطار في وقته تعرف بالصفر ثانية، حيث لما وصل الموعد المحدد بصفر ثانية تحرك التجارة، ووصلنا بصفر ثانية اللحظة التي محددة في التذكرة وصل فتحت. ذكرت نكتة قبل، قال لك في الجزائر راهم القطارات يديروا الروطان. جاء صحفي ياباني قالوا فيه قطار يمشي على الساعة الثانية بعد الظهر. على الساعة الثانية انطلق القطار، لفت الواحد قال له قولوا لا عندنا مشكلة في المواعيد، قالوا لا هذا القطار تاع البارح يعني تاع أمس في وقته. ما أنا كنت مشاهد في الشاشة هذيك ولا قطار واحد كتبوا راه يتأخر، مضبوط، المحطات محددة بالتوقيت توقفنا فيها في وقتها ووصلنا هناك في الوقت المحدد. هكذا تصنع سياحة، هكذا تبني دولة، هكذا تنوع مصادر الثروة للشعب. للأسف الشديد يعني أنا وصلت النتيجة أنه قبل ما تخوض نزاعات وتدخل في أزمات دولية يجب أن تكون داخل مستقر. الفرق اللي خلى المغرب ينتصر على الجزائر في كل الأزمات وتحديدا الصحراء أن المغرب يبني في بلد، يصنع في دولة، يحاول يخلق الجو الملائم اللي يخلي قوى كبرى تجي. يعني لما تروح تمر يقول لك هذا قصر الملك فهد، هذا قصر الأمير فلان، هذاك قصر الملك سلمان، هذاك قصر الأمير إماراتي، هذاك قصر واحد قطري، وهذا قصور فاخرة مبنية. علاش يخلي هذا المستثمرين أو هذا الأمراء يجي يبني في المغرب وما يجيش يبني في الجزائر؟ لأنه الجزائر لا أمان لها، نظام زراق. غدوة يجي واحد يدير استثمارات قادر يديروا له قضية مرفقة ويدوا له ممتلكاته، لكن في المغرب لا. رحت الوجدة ممتلكات واحد البنايات تاع جزائريين راهي مهجورة، يعني حتى المدينة بسبب هجرانها شوهوا صورة المدينة، كان من الممكن أن تكون أفضل بكثير، ولكن ولا حد تجرأ يمس لهم الممتلكات بتاعهم، ولا حد. مشاهدات كثيرة يعني شفناها يا ناس. أنت تمشي على كورنيش تاع الناظور ولا كورنيش الدار البيضاء ولا الرباط ولا غيره وتشوف، ولا طنجة، يعني شيء جميل. ها مثلا في طنجة راني ماشي في شارع، هذا شارع رئيسي مستحيل تشوف مثله في الجزائر، هذا راك تشوفه غير في الخليج، في دول الخليج. النظافة والترتيب والمرافق، تلقى ناس عندهم أماكن يلعبوا البالو،
أماكن خاصة بالأطفال، يعني حتى العائلات لما تجي تمشي على الكورنيش عندها أماكن وين تجلس، أماكن وين يلعبوا أولادهم. تروح المحلات هذه ولا مولات توجد مكان أصل خاصة تحط الأطفال نتاعك هناك يلعبوا، وأنت تستطيع أن تتجول في المحلات. شيء رأيته في اسطنبول، رأيته في السعودية، رأيته في الدوحة، رأيته في كثير من الدول، لكن في الجزائر غير موجود. أنا على يقين أن السبب الرئيس في الاستمرار في غلق الحدود هو أولا خايفين يفتحوا الحدود الجزائريين يعودوا للمغرب، راح يروحوا للمغرب لأنه فيه مرافق رائعة، معناها تنتقل العملة صعبة. أمر آخر، الناس اللي راح يروحوا لهي ويشوفوا المغرب ويشوفوا الوضع نتاع المغرب والسياحة في المغرب والمرافق اللي موجودة في المغرب والوضع في المغرب، المستشفيات اللي موجودة في المغرب، رايح يقول لك كيف المغرب هذا اللي وصل إلى هذه المكانة وهو ما عندوش لا نفط ولا غاز، ونحن وين رحنا؟ هنا رايح ممكن تؤدي إلى ثورة شعبية ضد النظام. وبذلك عندما يجون الجزائريين للمغرب كسواح معناها راح ينقلوا عملة صعبة للمغرب، معناها المغرب يستفيد، وإذا استفاد المغرب معناها يتطور أكثر وأكثر، ويبقى يزيد يحرجهم، لأنه هو هدفهم ليس أن يتطوروا، أن يتعوروا ويتعور معهم المغرب. هذا هو هدفهم.